السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفوني أنا نونا ودي قناتي، لايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا أكلات الشتاء الحلوة المفضلة عندنا، طبعا هنبدأ نعمل بيها كده. أول حاجة معاكم طبعا الأكلة المفضلة في الشتاء طبعا هي محشي الكرنب. مفيش أحلى منه طبعا في كونه كده والجو ساقع، بس طبعا دي بشايره. وده أول حاجة إيه هنبدأ بيها. هنعمل معاكم كده الكرنب من الألف إلى الياء، من الأول كده إلى الآخر. هنبدأ معاكم كده معانا كده حتتين من الكرنب زي ما انتم شايفين كده حلوين كده. طبعا الحجم اللي انتم بتفضلوه بتحبوه، بس طبعا لازم الكرنبة تكون ايه مدورة حلوة كده. ولازم يكون الورق الأخضر ده عليها طبعا عشان بيكون ايه حاميها شوية، وبيكون ايه كرنب نضيف. نمسك كده الكرنبة ننضفها زي ما انتم شايفين كده، ونشيل الراس. طبعا مادام شلت الراس من عليها طبعا كل ورق تاني بيفك معاك، واي الورق يفك معاك. بس انا طبعا مش عايزه الورق كله ينفك معايا، لان طبعا انا عايزه اسلق الكرنبة بحالها كده. انتي بتفضليها تحبي تعمليها بتشيلي مثلا تفصلي الورق عن بعض وتفصليه واحده واحده. طبعا دي حسب رغبتك. انا بحب اعمله ايه الكرنبة كده على بعضها، بنضفها كده واشيل اي ورق مش حلو فيه، ويكون جاهز معايا بالطريقه دي. معايا كده هنضف الحتة التانية بتكون جاهزة برضو معايا كده، واجهزها وتكون ايه بنفس الطريقة. معايا كده حلة على النار، ونزلت فيها كده بالمية وعليها كمون وملح وسكر. بعد ما تغلي هنزل عليها بالكرنبة طبعا من جهة مطرح ما قطعت الراس كده، واحطها في الحلة لمدة دقيقة كده، وبرضه هروح قلبها تاني على الجهة التانية نفس يعني دقيقة واحدة برضه كمان، لأن طبعا بكون جاهز خلاص والمية غليت معايا. باكون كده إيه واتّك عليه كده حالات إيه ما تبدأ تنسلق معايا الجهة التانية، ويكون كده معانا الكرنب جاهز. هتفصليه ورقة يعني ورقة واحدة لوحده كده من غير أي حاجة، هتلاقيه طلع معاكِ بدون أي حاجة ولا تعب، الورقة هتطلع معاكِ ماسكة نفسها زي ما هي. بس ما تحاوليش تتّكي عليها في السلق، لأن طبعًا الكرنب ده برضه بيكون لسه بتاع الشتا القوي. حاولي على طول إيه تشيلي على طول. طبعًا بعد ما هاشيل الورق اللي على الوش كده، هابدأ برضه أقلبه للجهة التانية، بس طبعًا سخن معايا فباقلبه واحدة واحدة. وحاولي طبعًا تقلبيه وحاسبي على إيديكِ طبعًا من الحَمْ أو من الحرارة أو من السخونة. حاولي إيه تفادي نفسِك كده بده. وأنا قلبتها على الجهة التانية كده وخلاص كده، هابدأ معايا كده الورق يكون انسلق معايا بالطريقة دي، وهابدأ إيه بالمسّكة كده وأبدأ أطلّعه. بس طبعًا هيكون معايا طبق كبير فيه مَيّة، تطلّعي كده عشان تطلّعي أصل إيه الكرنب يهدى معاكِ ويكون إيه واحدة واحدة مش يكون سُخن معاكِ. هاطلّعه، أو لو أنتِ بتحبي تفضّليه طلّعيه برك يعني في الصينية وتسيبيه. طبعًا حاولي تبقي تعمليه تطلّعيه ناقص سِوَى شوية. إنّما أنا معايا كده أنا باحب أسلقه باخد السلقة بتاعته كاملة، وبعد كده باحطّه في مَيّة ساقعة بيطلّع إيه السخونية اللي فيه بيكون جاهز معايا. طبعًا دي كانت حاجة يعني من الكرنبة ونزلت شِلتها طبعًا بالمسّاكة، هو بنقال عليها إيه تحريرة اللي يعرف اسمها يقول لنا في التعليقات. خلّصت كده كل الكرنبة الأولانية كده وطلّعتها، طبعًا بيكون معايا معلقة كبيرة كده متخرّمة أو مقصوصة بنقال عليها، وبنطلّعه كده بيصفّي مَيّته. حطيت الحتّة التانية وسِبتها كده تنسلق، ومعايا كده الكرنب اللي أنا طلّعته في الطبق في المَيّة، وبيكون معايا بالطريقة دي. بامسكه واحدة واحدة كده بالسكينة وباشيله، ما بافردوش. أنا باعمله على طول، لإن طبعًا اللي بتعمليه في إيدِك على طول بيكون إيه سهل معاكِ ويريّحِك، ما ياخدش معاكِ وقت. باحاول أعمله بإيدي إيه كده على طول كده زي أهالينا بتاعة زمان، كانوا إيه يمسكوه كده ويلفوه ويقطّعوه واحدة واحدة كده. باقطّعه ويكون معايا مصفى زي ما أنتم شايفين كده، والمصفى دي يكون تحت منها طبق عشان إيه المَيّة اللي تقع من المصفى طبعًا تنزل في طبق ما تغرّقش الدنيا معاكِ. حاولي تكوني ماشية واحدة واحدة كده، وتنظّمي نفسِك في ريح الأكل بيخلص معاكِ بسرعة، وما بياخدش معاكِ وقت على طول بتكوني عاملاه. بس حاولي تنظّمي وقتِك وتقطّعيه طبعًا على الحجم اللي أنتِ عايزاه. يعني لو عايزاه كبير طبعًا اعمليه هتكبّريه، مش عايزاه طبعًا بس الحجم الوسط الحلو اللي هو قد الصابع بالضبط كده، يعني بيكون دي المحشية الحلوة المضبوطة. طبعًا شُفتوا كده أنا حاطاه في المصفى زي ما أنتم شايفين كده، وعليه وتحت منه طبق، والعرق اللي أنا باطلّعه منه باحطه طبعًا في طبق تاني. طبعًا لو عوزتِ أنتِ بتقطّعيه في حلة المحشي بتحطيه تحت، تفرشيه للمحشي افرشيه، مش عايزة خلاص أنتِ بترميه وبتستغني عنه. لو أنتِ هتفرشي تحت منه حاجة تانية، مش كده طبعًا بيكون جاهز معاكِ كده. ولو طبعًا في ناس مثلًا طبعًا كانوا زمان كده بيخلّلوه ويعملوه مخلل، بس كان بجد طعمه حلو جدًا. بس للأسف ما حدش عاد بيعمل الحاجات ديّة دلوقتي، يعني الجيل اتغيّر كده واتبدّل ما عادش بيحب الحاجات دي. إنّما أهالينا زمان كانوا طبعًا بيعملوه مخلل، وبيكون طعمه حلو جدًا. طبعًا باخلّص كل الكمية بنفس الطريقة. طبعًا الحتّة اللي بتبقى فوق ديّة بتكون يعني
يعني زيادة عن القطعة بتاع المحشي، طبعًا بتشيليها كده وبترميها. طبعًا بتحطيها طبعًا في بتفرديه المحشي. طبعًا كل الكمية معاكِ كده بتخلّصيها واحدة، واحدة. وطبعًا لازم تكوني معاكِ منضّفة الحتّة كده زي ما أنتِ شايفة كده، ما تحطّيش المصفى من غير طبق، عشان ده الحتّة معاكِ نضيفة معاكِ. هنخلّص كل الكمية بنفس الطريقة وتكون جاهزة معانا بنفس الطريقة كده. وعايزة تقطّعيه وطبعًا تقعدي وتقطّعيه لوحده كده وتفرديه وتقطّعيه كده قبل ما تحشي، برضه ممكن تعمليه. لو أنتِ مستعجلاه بتاخديه كده وتقطّعي على طول على قد المحشي على طول معاكِ ويكون جاهز. أو ممكن تمسكي الورقة يعني كده وتلفي وتقطّعي اللي أنتِ عايزاه. خلّصنا كده الكرنب ومعانا كده حلة على النار، نفس الحلة غسلتها وجبتها طبعًا حطيتها على النار كده، ونزلت بمعلقة كبيرة كده من السمنة، أي نوع سمنة أنتِ بتفضّليه أو اللي موجود في البيت طبعًا أو اللي أنتِ بتقدري عليه الموجود ما عندِك وحسب إمكانياتِك. فالسمنة سخنت معايا كده ونزلت بالبصل، بكمية من البصل. أنا باحب أشوّحه بس يعني مش عايزة أدّي له اللون اللي هو الغامق، أنا عايزة اللون الفاتح، الأصفر الفاتح ده، أو يكون بالطريقة دي كده ما تغمقيش البصلة معاكِ. باشوّحها لحد ما تاخد اللون البني الفاتح الحلو ده، وكده خلاص كده اللون اللي أنا عايزاه. عايزة تغمّقيه عن كده طبعًا حسب رغبتِك. معايا كده طماطم طبعًا مجهّزاها ونزلت بالطماطم، بس الطماطم حاولي تنقّيها من بتاعة المحشي أو الطبيخ بالذات، أي نوع طبيخ لازم تكون حمرا من اللي هي بتبقى على وش القفص كده وتجهّزيها. نزلت طبعًا بنُص معلقة صغيّرة من السكر طبعًا عشان الحموضة، ونزلت معلقتين كبار من الملح. أنا ما ضفتش البهارات، أنا هاضيفها مع البصلة أو بقية البصل اللي أنا مجهّزاه، هاضيفه بس مع المحشي في الآخر. طبعًا نزلت عليه بالبهارات الفلفل الأسمر والكمون والشطة والكزبرة، ضِفته عليه كده مع البصلة وجهّزتها معاه. طبعًا كده معايا الطماطم اتسبّكت معايا وجاهزة معايا كده وتكون جاهزة. بس طبعًا أنا يعني هاشيل منها كمية التسبيكة اللي أنا عاملاها، لإنها طبعًا هتبقى كتير على الرز. فأنا طبعًا هانقص منها حبّة ونقصهم كده على جنب. ناقصهم كده طبعًا أنا ما ضفتش لسه زيت ولا أي حاجة، أنا شِلت بس الكمية اللي مش هتكون كتيرة عندي، فنقصتها كده في طبق تاني. معانا كده البصلة اللي أنا نزلت عليها بالبهارات وفركتها كده حلو ونزلت عليها على التسبيكة. وبعد كده أنا غاسلة الرز ومنضفاه معايا. أنا ما أنا مش نقعت الرز، أنا غسلته بس ونضفته. وطبعًا في الحلة كده وهانزل بالرز على طول لحد ما يخلص كده الكمية، وأنا أبدأ أقلب فيها تقلبتين كده. بعد كده أنا هاكون مجهزة معايا الخضرة، كزبرة وشبت وبقدونس، أو لو أنتِ مثلًا مش بتفضّلي حاجة ممكن تشيليها. طبعًا أنا فاض مني كمية الكمية اللي بتفيض حاولي طبعًا تشيليها في الكيس كده تكون نضيفة معاكِ وتحطيها في الفريزر تستخدميها لمرّة تانية، ما ترميش أي حاجة طبعًا. الحاجة يعني طبعًا غالية ولازم نحافظ على الحاجة ما بتطلّعيها من الفريزر تطلّعيها وهي متلجة كده وتحطيها على المحشي على طول. قلّبتها كده معايا الخضار معايا ونزلت كده بنُص كوباية من الزيت. طبعًا أنا باخلّي الزيت للآخر طبعًا، في الآخر بيدّي لمعة للرز وبيدّي له طعم حلو وبيكون لمعة حلوة معاكِ. هاقلّبه كده واشوّحه تشويحة حلوة كده. طبعًا أنا باحب أشوّح الرز المحشي ما باحبش أعمله ني في ني، إلا مثلًا لولا الممبار بس مش أكتر يعني. بعد كده نزلت معايا كده طبعًا قعدنا على الأرض كده وفرشنا، طبعًا ما حدش هيحشي محشي وأنتم طبعًا واقفين، لازم المحشي كده يبقى لازم طبعًا تفرشي كده وتقعدي. معلش بنتي بتعدّي كده بتغلس معايا شوية. برضه عكست معايا برضه في التصوير. فطبعًا بانزل كده وألِف معايا كده واحدة، واحدة. حاولي طبعًا هو بس صوابعِك كده يعني ما تغرقيش الدنيا معاكِ، يا دوبك بس بصوابعِك بتشيلي حبة الرز كده واحدة، واحدة كده قد معلقة صغيرة مش تكون مليانة كمان، اللي هي معلقة الشاي. وبين صوابعِك كده وبتلفي واحدة، واحدة. حاولي وأنتِ بتلفي المحشي بتكون يعني تشيلي أي حباية رز عليه طبعًا عشان ما ينزلش في المحشي في الحلة، وبيعمل يعني حاجة مش حلوة كده طبعًا. المحشية بتلفيها لفة حلوة كده. وحاولي حسب إمكانيات إيدِك أو اللي أنتِ بتقدري تلفّيها بالطريقة اللي أنتِ بتحبّيها. بس دي طبعًا الطريقة اللي أنا باحب ألِف بيها اللي اتعلمتها عن أمي الله يرحمها. بالِفّه كده واحط الحبة الرز صغيّرين كده وألِف المحشية واحدة، واحدة كده، وباشيل أي حباية رز من عليها. عشان كده معانا حلة معانا هنسويها طبعًا، والحلة التانية هاركنها في التلاجة طبعًا لوقت تاني. ممكن طبعًا المحشي ده ما فيش غنى عنه، يعني لو كل يوم بيحبوه ويفضّلوه. طبعًا أنا كده باشطّب أول حلة وبعدين واخلّصها معايا وهابدأ معاكم برضه في حلة تانية.
ويعني تكون أو لو في مثلًا عدد أفراد كتيرة طبعًا بتسويهم أو لو في مناسبة طبعًا أي مناسبة لازم يكون فيها المحشي، دي بتبقى حاجة مفضلة يعني في العزومات وفي المناسبات، لازم بنحشي فيه. طبعًا شايفين أنا باقطّعها كده بإيدي كده واحدة، واحدة كده والقطعة اللي أنتِ هتستخدميها، وباروح باخلّص الورقة اللي أنا باقطّعها، بالفّها واحطّها في الحلة كده بالراحة كده، طبعًا شايفين المحشي كده ما فيهوش أي حاجة ولا فيه رز ولا أي حاجة طبعًا على الورق، كده خلّصتها هاركنها معايا كده على جنب، وطبعًا كل حاجة معايا كده بنسيب طبعًا يعني يكون الحجم يعني مش تمليها أوي طبعًا، لإنِّك طبعًا بتضيفي عليه المَيّة بيستوي معاكِ، وبيزيد الحجم معاكِ، فطبعًا لازم يكون نسبة الرز اللي أنتِ بتحطيها تكون قليلة ما تكتريش يعني. ألِف كده الحلة التانية وأخلّصها بنفس الطريقة، طبعًا المحشي ده لو أنتِ طبعًا الكل بيفضّله لازم يكون في ريح منه طبعًا فراخ، لحمة أو بَط، أي حاجة كده، وعلى فكرة يعني أنا إن شاء الله هاعمله معاكم من غير لحوم برضه مرّة كده، صدقيني بيكون طعمه حلو، والكل باكله برضه تقولي كده في ريح منه بطاطس بيكون طعمه بجد تحفة، طبعًا في الشتا لإن طبعًا الكل بيحبه المحشي الكرنب بالذات، بيكون يعني ما فيش غنى عنه الكل بيحبه. مش شرط يعني اللحمة أو الفراخ تكون معاه بالطريقة يعني كل مرة تكوني عاملة معاه لحمة، ممكن تعمليه برضه بطرق تانية من غير لحمة أي حاجة. طبعًا كنت مجهزة وطبعًا عايزة تسقيه بشوربة أو بالمَيّة أنا عملت معاكم قبل كده برضه عملت المَيّة اللي أنا هاسقيه بيها أو الجَهد بتاعه، أنا عملته معاكم كده عملته معاكم مرة، عملته كده نزلت عليه وطّيت عليه البوتاجاز وسِبته لحد ما يستوي معايا، خلصته كده واستوى معايا وبقى جاهز. صينية كبيرة كده هنفضّي كده في الحلة كده على طول، أحلى حاجة للمحشي كده وأنتِ بتفضّيه من الحلة كده على حاجة كبيرة كده وتفرديه، وتحطّي كده الحاجة اللي أنتِ هتحطّيها معاه سواء لحمة أو فراخ أو بَط أو أي حاجة أنتِ بتفضّليها تحطّيها طبعًا في قلبه كده على الصينية كده وتفرديه، تحسّي كده فعلًا إنِّك بتاكلي محشي وإن جو الشتا جه عليكِ كده وبيكون له طعم تاني كده بالطريقة دي، يمكن أحلى كمان من إنِّك تحطّيه في أطباق كده وتاكلي منه. أنا كنت طبعًا معايا كده فرخة شويتها معايا كده وحطيتها طبعًا في قلب المحشي كده وفي وسط الصينية كده في قلب المحشي، ومجهزة طبعًا المَيّة اللي نزلت من الفرخة، ومعاها كده مايونيز يعني ممكن تحطيه معاه كده أو بالمعشوكة كده وتحطها في المايونيز وتاكليه بيكون طعمه بجد تحفة، والفرخة طبعًا في النُص كده مشوية زي ما أنتم شايفين كده دايبة ومستوية واللون عامل إزاي. أبيض بجد تحفة، هتعجبكم جدًا، جدًا، وهتدفّيكم طبعًا في الشتا وتكون حاجة كده، ولو في العزومات هتبقى فعلًا تشرّفكم طريقة سهلة وبسيطة، وهتحطّيها كده في الصينية وهتقدّميها للضيوف، الكل هياكل ما فيش أحلى من كده، وهنقول مع السلامة، باي باي.